تطور ملفت استعادت الفنانة حورية فرغلي جزء كبير من جمالها الطبيعي بفضل تركيب أنف صناعي صمم خصيصا لها في لندن بشكل يشبه إلى حد كبير ملامح أنفها قبل الحادث المؤسف الذي تعرضت له أثناء ممارسة رياضة الفروسية. استعادت الفنانة حورية فرغلي مظهرها السابق بعد تركيب أنف صناعي تم تصميمه لها خصيصا في لندن ليعكس ملامحها الأصلية التي فقدتها بعد حادث مروع خلال ممارستها للرياضة. جاءت هذه الخطوة بناء على اقتراح من المخرج خالد الحجر، وقد تكللت بالنجاح بعد سلسلة من الجراحات والفحوصات التي أجريت في إنجلترا. كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية عن تأثرها بشدة عندما رأت نفسها بملامحها القديمة لأول مرة بعد الحادث، مما جدد ثقتها بنفسها وأعاد لها جزءاً كبيراً من حيويتها الفنية. أضاف أن الأنف الصناعي الذي تم تصميمه بمهارة فائقة لم يكن رخيصاً على الإطلاق، بل بلغت تكلفته قيمة عالية، لكن النتيجة كانت تستحق كل جنيه تم إنفاقه، حيث قررت الفنانة ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية المسجلة فقط، بينما تفضل الحفاظ على طبيعتها في الحياة اليومية لأنها تشعر حينئذ بقوتها وتقبلها لذاتها بعدما مرت به من تحديات صعبة. عانت حورية فرغلي من مشكلات صحية معقدة نتيجة حادث مؤلم أثناء ممارسة رياضة الفروسية، حيث تعرضت لكسر شديد في الأنف وإصابات في الديسك الظهري، ما دفعها للخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية المتقدمة التي أجريت في عدة دول وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضعت ل4 عمليات جراحية متخصصة لإعادة بناء الأنف. وخضعت حورية لتقنيات جراحية متقدمة تضمنت توصيل الدم إلى جلد الأنف وزراعة غضاريف استخرجت من الصدر لاستبدال الأنسجة المتضررة، إضافة إلى استخدام الأطباء الخلايا الجذعية، وأجروا جلسات علاج بالأكسجين لتعزيز عملية الشفاء والتعافي. وبعد فترة طويلة من العلاج تعود حورية فرغلي إلى الساحة الفنية بدور البطولة في فيلم جميلة والغضب، وهو مشروع سينمائي دولي تحت إدارة المخرج خالد الحجر، الذي يعود بهذا العمل إلى عالم الإخراج السينمائي بعد غياب طويل. فيلم جميلة والغضب يعد إنتاجاً مشتركاً بين فرنسا وإنجلترا وهولندا، وتدور أحداثه في مصر و4 دول أوروبية أخرى، حيث أكد المخرج خالد الحجر عبر حسابه على إنستغرام أن اختيار حورية جاء بعد نجاح عمليتها الجراحية الأخيرة وعودتها لحالتها الصحية الطبيعية، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في قدراتها التمثيلية.